يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بصحة وسلامة وخير. اخوان اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة عن خل التفاح الطبيعي. اخوان، هاي اللي جاي يشوفوه قدامكم، هاي الخثرة مال التفاح اللي صفيناها من خل التفاح. اخوان، هذا الخل هسه عندي مو صافي بعد، شوفوه اذا تشوفوه حتى ثخين، يعني هذا بالخثرة مالته. هاي الخثرة مالته اللي يشوفوها. هاي طبعا انا سويت هذا الفيديو على مود الخثرة، هذا اعلان للخثرة يعني. هاي الخثرة اخوان، التفاح اللي مردناه ماكو صفيناه يطلع بهالشكل هذا طبعا هواي عندنا هواي نستفاد من عنده يعني. من ناحية الاكل، الطبخ يستخدم ويا الطبخ يعني. اذا عندكم مثلا دولمه غير الدولمه شغلات، مثلا اذا تردون تدهنون بيه السمك قبل لا تشوونه، الدجاج، اللحم. اذا تردون تسوون منه طرشي، طبعا تجيبون خضروات مقطعه وتخلون هذا فوقها، وتخلون مجرد شويه مي قليل وملح يصير عندكم، لان هي حيل حامضه. طبعا انا هسه هاي الخثره عندي حيل حامضه. ليش؟ لان مركز يعني مال خلط التفاح، بعد تدرون 40 يوم 45 يوم وطلعناه. اخوان، هاي الخثره تفيد بهواي امور حتى للبشره. انا طبعا بالنسبه لي جربتها شخصيا وعطيتها الناس يعني جربوها شخصيا. الكلف، السواد بالوجه، هواي امور يعني. حتى اللي عنده صدفيه، اللي عنده اكزيما. طبعا اكو جماعه قالوا هذا بعد الله ياذي. لا، ما ياذي اخوان، هذا طبيعي. ما طول ما بي حوامض، ما طول ما بي شيء داخل صناعي بي، فهو علاج من الله سبحانه وتعالى. اخوان، انا طبعا اللي يريد يراسلني على التيك توك، على الانستغرام، على الفيسبوك، على اي هذا، على الواتساب. اذا يريد خثره من هاي اخلي له وياها هديه، اخلي له فتشيس هديه ويا الخل الطبيعي. طبعا انا ابيع سيت، قلت لكم يجي يوصلكم الباب البيت ب 24,000. واشوفكم على خير.